امبارح يا جدعان كنت بتفرج على فيديو لأنكل أبو المعاطي وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. فلقيته بيقول إن كهربا عامل حوار عشان كولر بيلعب وسام أبو علي عليه، ما بينزلوش يعني. والله العظيم يا كهربا أقسم بالله أنا لو فيرويد في نادي وعندي وسام أبو علي في نفس المركز وأنا بلعب وسام أبو علي قاعد على الدكة والمصحف ده، أطلع للإدارة أشتكي لهم المدرب وأقول لهم مشوه، ده راجل ضلالي، خصوصا لو أنا بفورمة أحدب نوتردام بتاعتك دي. يعني كده الاهلي بيلعب ببوازيك يا جدعان، وكده مش اصول. احنا كنا ماشيينها زمان بقى، انا عندي الخديوي وانت معاك الفولت والمخيف وشويه الهاشتاجات الطيبه دي، بس ده كده مش تقدير. المقاولين العرب يا عيني كانوا ماسكين في وزره الباب بتاعه الممتاز، عايزين بقى يكسبوا ماتشين وفاركو يخسر ماتشين. وسام ابو علي قام جاي مديهم رجل عافيه ما فيهاش اي اصول، نزلهم الممتاز ب. لا الواد صعب، الواد صعب كده يا عم، ما شاء الله عنده حضور ذهني غريب. يعني في الجون الاول اللي جابه ده حسين الشحات لعب له الكرة وراه، والكرة على شماله وهو راسم ان هو هيترن عشان يعدل زاوية جسمه في ثانية. وفي نفس الوقت بعد ما لف وعمل الترن، الجون يعني هو خلاص هيحطها في البعيدة، فحارس المرمى هو نط اصلا، قام قاطمها بقطمة رجل كلحة في الضيقة. انا عايز اقول لك هو بعد ما جاب الجون بص لفاروق كابور بتاع المقاولين قال له عايز تذيع قول زيع، مش عايز ما تذيعش. مسك الواد فاروق كابور ده قسما بالله يا جدعان عمل بيه شوبينج في منطقة الجزاء. والواد حتى وانت بتتفرج عليه اثناء الماتش تسليم الكرة بالنسبه له سهل وسلس، بيتحرك لو واحد من زمايله بيظهر له بيسلمه من اللمسه على طول. في حين انت في اوقات تانية بتتفرج على ماتش في الدوري المصري بتعد للمهاجم كام كرة خدها وتصرف فيها صح. فالواد فارق فعلا. احنا كده عايزين حد يزر وسام ابو علي في الدوري السعودي بسرعه، زره من ام 7 8 مليون دولار دي الاهلي يبيعه، ونرجع بقى للاسات الكلبان والشغل الجميل بتاعنا. انما مهاجم هيلعب موسمين هيروح نادي ال 200 مش نادي ال 100 مع نفسه، ده كلام فاضي. فعلا معاه مهاجم تقيل.